في سنة 1980 فندق باراجون بقى واحد من أشهر أماكن المصايف للمشاهير والأغنياء، وبعد فترة في رجل عصابات مشهور بدأ يدير أعمال مشبوهة في الفندق ده وحتى استثمر فلوسه فيه. وبعد كده لقوا جثة زوجة صاحب الفندق مقتولة، وهو نفسه اختفى في ظروف غامضة، وده اللي خلى الفندق يقفل أبوابه للأبد. ولما رجل العصابات ده مات هو كمان، ثروته وملايينه اختفت ومحدش عرف طريقها. ومن كام شهر بس أماندا كانت بتزحف وهي مرعوبة على أرضية طرقة ضلمة وبتحاول تهرب، وفجأة شافت حاجة قدامها واتجمدت مكانها من كتر الرعب. وفي الوقت الحالي ديان بتبدأ بث مباشر لقناتها هي وصاحبها ريك، وبيعلنوا إن مقلب النهاردة هو إنهم ينطوا من قطر وهو ماشي. وبنشوف لقطة لديان وهي بتنط من الباب، وواحدة ست راكبة كانت مبرقة ومصدومة، واللقطة دي اتعدلت في الفيديو كأنها نكتة. كل ده كان مجرد مقدمة، ودلوقتي بيورونا العملية تمت إزاي. كورا وفيرن بيظهروا ومعاهم حاوية زبالة كبيرة، والأربعة لابسين لبس عمال عشان محدش يشك فيهم، وهم ماشيين قدام الأمن. وبمجرد ما دخلوا القطر فتحوا الحاوية وخرج منها جي دي ومعاه المعدات بتاعتهم. في اللحظة دي دخلت ست تانية العربية، فريك حاول يثبتها ويقول لها إن العربية مقفولة، بس هي كبرت دماغها منه، والفريق قرر يطنشها واستخدموا أدوات علشان يفتحوا الباب بالعافية، وركبوا بار حديد علشان الباب ما يفصلش تاني ويقوم قافل. وبعد كده قلعوا لبس العمال ونطوا من القطر وهو ماشي، ونزلوا زي ما اتدربوا بالظبط. ودلوقتي الفريق بقى على قضبان القطر ولازم يجروا بأقصى سرعة علشان القطر اللي جاي ما يفرمهمش، ولزقوا في الحيطة والقطر عدى من جنبهم بالظبط. وبعد ما القطر مشي راحوا البوابة كبيرة وحاولوا يفتحوها بس معرفوش، فكورا بدأت تتسلق البوابة والحيطة وهي مركبة كاميرا على جسمها عشان تصور كل حاجة، وفتحت فتحة تهوية وعدت منها للناحية التانية وفتحت البوابة لصاحبها. والفريق بدأ يستكشف الطرقة وهم منبهرين بالجرافيتي اللي كان مغطي كل شبر في الحيطان. وفي آخر الطرقة لقوا لوحة جرافيتي للفنان المشهور باسكيات، وريك نبه الكل إنهم بيصوروا بس من غير ما يلمسوا حاجة. بس جي دي بدأ يكسر حتة من اللوحة عشان ياخدها، وطنش صحابه لما زعقوله، وريك هجم عليه وحصلت خناقة بينهم. ولما فيرن فصلهم ريك طرد جي دي من الفريق، وجي دي رد عليه بإنه هيكون غني أحسن من إنه يكون نكرة، ومشي ومعاه حتة اللوحة. وبعد كام دقيقة الفريق سمع صوت حراس جايين، فجروا بسرعة في النفق وقدروا يهربوا من غير ما يتمسكوا. وتاني يوم ديان بتشوف الفيديو اللي رفعوه ولقيته إنه جاب 82 مشاهدة بس. الفريق كان محبط جدا ومش عارفين يعملوا إيه علشان المشاهدات تزيد. وهنا ريك فاجئهم بإن معاه خريطة فندق باراجون، لأنه سمع إن فلوس رجل العصابات لسه مستخبية هناك، وناس كتير حاولت تدخل الفندق المهجور ده بس محدش رجع أبدا. والأسطورة بتقول إن في شر عايش جوه وما بيحبش الزوار. والفريق اتحمس جدا لفكرة الفلوس، بس ريك فكرهم بقاعدتهم إحنا بنصور وبس. بعد كده ديان قلعت الطاقية وورتهم لون شعرها الجديد، وريك اتصدم وده ضايقها. وفي اللحظة دي جالهم إشعار إن جي دي انضم الفريق جديد، ونزل فيديو هو بيورينا حتة اللوحة المسروقة وبيشتم في الفريق بتاعهم. وصحاب الجداد كانوا بيلعبوا رولات روسي، فريك وصفهم بإنهم سايكوباتيين. ومن وراهم ديان كتبت بوست إنهم رايحين فندق باراجون. وتاني يوم بالليل فيرن وكورا وريك كانوا مع بعض في فندق وبيجهزوا معداتهم، بس ديان ما كانتش بترد. وفجأة الباب خبط وطلع فرانك اللي شغال في وكالة فايس نيوز، وكورا قالت لهم إنها كلمته وهو وافق يجي معاهم. وأخيرا ديان وصلت، وفرانك شرح إنه عاوز يصورهم وهم بيقتحموا الفندق وينشر قصتهم، وهو عرف بخطتهم من البوست بتاع ديان. والفريق اتضايق منها عشان بوظت المفاجأة. وريك وفيرن ما كانوش مرتاحين لفرانك وشاكين إنه ضابط سري، بس ديان وافقت علشان المشاهدات. ففرانك كمل معاهم، وهم خارجين من الفندق اكتشفوا إنهم نسيوا ياخدوا معاهم بنزين زيادة، ففرانك عرض يوصلهم بعربيته وكلهم اتحشروا ورا. وبعد طريق طويل على الشط وصلوا للبوابة وقصوا القفل، وفيرن لاحظ إن في عاصفة جاية، فريك قال لازم نخرج من الأنفاق قبل ما المطر يبدأ. وهما ما قدروش يدخلوا من الأبواب أو الشبابيك لأنها كانت كلها مسدودة، ودخلوا نفق صرف صحي ولبسوا الخوذ. وبعد مشي كتير لقوا النفق اللي هيدخلهم للفندق، بس كان ضيق جدا، اضطروا يزحفوا جواه وهم قرفانين من الريحة. وفجأة سمعوا صوت واتصدموا لما شافوا كمية فئران مرعبة، وغطوا وشوشهم بسرعة. وفرانك نام فوق كورة علشان يحميها لحد ما الفئران عدت من فوقهم، والحمد لله عدت على خير من غير ما حد يتصاب. وبعد دقايق خرجوا من النفق الضيق ولقوا صندوق كهرباء بيطلع شرار، والبوابة اللي كانوا عايزين يدخلوا منها كانت مسدودة بكراكيب كتير.
فديان قررت تدور على مدخل تاني، وكورا استخدمت أداة وكسرت القفل وفتحت البوابة، وده خلى الكراكيب تقع وبقى في مكان يعدوا منه. فكورا ندهت لديان علشان ترجع بس ما استنوهاش ودخلوا الفندق، والفريق بدأ يصور وياخد صور، وريك بدأ يسجل مقدمة الفيديو. وأول ما نطق اسم الفندق في طيور طارت فجأة وخبطت في النجفة الكبيرة، فالنجفة اتكسرت ووقعت. وفي نفس الوقت ديان لقت مدخل تاني ووصلت لأوضة شيك جدا، وبدأت تعمل بث مباشر للمتابعين بتوعها، وطلعت السلالم لصالة رقص وبدأت تلعب بالبيانو. وريك حاول يكلمها بس هي رفضت المكالمة علشان ما تبوظش الفيديو. وفجأة سمعت صوت غريب وافتكرت إنها فران برضو، فبدأت تجري. وهي بتجري اتكعبلت على السلالم ووقعت، وموبايلها وقع منها. وهي بتحاول تاخد نفسها ظهرت إيد مرعبة من وراها، وريك كان قلقان على ديان فطلب من صحابه يدوروا في كل الأوض وهو طالع جري. كورا قعدت تحكي لفرانك إن ريك نفسه يتجوز بس ديان غاوية مغامرة، وريك شغال في محل أدوات وهو اللي بيمول الفريق بالمعدات، عشان كده هما بيحسسوه إنه القائد. وكورا لاحظت خاتم فرانك وسألته عن مراته، فوراها صورة أماندا. وريك قطع اللحظة دي وطلب منهم يركزوا في التدوير. في الوقت ده فيرن كان بيصور ولقى علامات خربشة مخالب على الحيطة، وسمع صوت وقرر يبعد وهو مش حاسس بالخيال اللي كان بيجري وراه. ولما الفريق اتجمع تاني فيرن وراهم صورة المخالب، وريك قال لازم نلاقي ديان ونخلع من هنا. فكورا عرضت تروح تدور على المفتاح الماستر. فرانك كان عايز يروح معاها بس فيرن مرضيش عشان مش واثق فيه، وراح هو مكان فرانك. وفي الصالة كورا وفيرن دوروا لقوا قصاصة جرايد بتحكي عن اختفاء صاحب الفندق وموت زوجته، والإشاعات بتقول إن صدرها كان مفتوح وقلبها مش موجود. وفي نفس الوقت ريك وفرانك بيدوروا في الطرقة، وفرانك بيسأله عرف ديان إزاي، وريك حكاله إنهم اتقابلوا في مستشفى مهجور بس وهو بيحكي داس بالغلط على مصيدة، وفرانك شالها بسرعة. ولما فيرن وكورا رجعوا فيرن هجم على فرانك وافتكروا هو اللي عور ريك، وفرانك ثبته علشان يهديه، وبعد كده طهر جرح ريك بمية ولفه بلاصق لأن ما كانش معاهم شنطة إسعافات. وكورا كانت عايزة تودي ريك المستشفى بس هو رفض يمشي من غير ديان. وفجأة سمعوا رنة موبايل ديان فطلعوا الدور اللي فوق ولقوا شجرة ضخمة متعلق في فروعها موبايلات وكاميرات كتير. وريك عرف موبايل ديان وشافوا آخر فيديو صورته بس الموبايل فصل شحن في اللحظة اللي هي وقعت فيها. وسمعوا صوت غريب ففيرن اقترح انهم يكلموا الشرطة وكورا وافقت، بس ريك وفرانك شايفين ان مفيش وقت. والفريق كمل مشي وكورا سمعت صوت تاني، ولما حد هجم عليها ضربته بالبوكس، وفرانك طلع مسدسه وثبته وطلع انه جي دي. وفجأة فريق جي دي جديد ظهر وضربوا فرانك ووقعوه، وماك سرق مسدس فرانك، وتود ثبت فريق ريك بالمسدس بتاعه وخلاهم يركعوا على ركابهم وخد منهم الموبايلات والمعدات. وريك اتهمهم انهم هجموا على ديان بس تود انكر وقعد يشتم فيها. وتود سأل عن مكان الفلوس فكورا وريك شتموه، وتود قرب المسدس من وش كورا وقعد يوصف لها الحاجات البشعة اللي هيعملها فيهم لو ما تعاونوش معاه. فكورا فضلت تشتمهم فماك حاول يضربها بس فيرن زقه، وماك ثبت فيرن بالمسدس، وتود قوم كورا وحط المسدس في بقها. وفرانك اتدخل وقال لهم انه مش مراسل صحفي ولا حاجة، وانه بيدور على مراته أماندا اللي اختفت من كام شهر هي والمصور بتاعها، وهم شغالين على قصة الفندق ده. وتود قعد يستهزأ بيه ورجع لكورا اللي بصقت في وشه، وتود طلع منديل يمسح وشه، وريك عرف انه منديل ديان فهجم على تود علشان ياخده، وتود زقه بكل سهولة وقال انه ما كانش يعرف ان المنديل بتاعها، وبعدين رماه على ريك. ولما ريك جه يمسكه تود زقه من البلكونة، وريك صرخ وهو بيقع في حفرة عميقة في الأرض. وجي دي زعق لتود انه زودها، فتود ضربه بالقلم. وبعد كده تود ضرب فرانك وسأله عن مكان الفلوس، وفرانك قال له إن الفلوس مكانها متعلم على الخريطة اللي كانت مع ريك. وتود أعلن إنهم هيروحوا يدوروا على ريك. ولما رجعوا للطرقة كورا شافت جثة على الأرض بس ما كانوش عارفين يوصلوا لها بسبب الحفرة الكبيرة. وكورا نطت واستخدمت كابلات متعلقة في السقف واتشعلقت في النجف وقدرت توصل للناحية التانية، وجرت على الجثة وهي فاكراه ريك بس طلع هيكل عظمي قديم ومليان دود. وتود قال هندور في مكان تاني وضرب الكابلات بالنار علشان كورا ما تعرفش تحصلهم. وهما ماشيين في الطرقة سمعوا صوت ست بتعيط فدخلوا أوضة، وماك فتح دولاب غريب بس لقى هدوم، ولما لف وشه ظهرت إيد مرعبة لمسته فجري لورا، وطلعت ست بتطلب المساعدة. وفرانك عرف إنها بيث المصورة بتاعت أماندا. وسمعوا صوت غريب تاني وبيث قالت إن الحاجة دي جاية وكلنا هنموت. وريك وماك لبسوا نظارات رؤية ليلية وطفوا الكشافات بس ما شافوش حاجة. وفجأة سمعوا صوت حد بيتخنق
ولما لفوا لقوا جي دي ميت ومنغرز في الحيطة ببار حديد في بقه، وفي الضلمة في وحش مرعب كان بيتحرك حواليهم. وماك وتود بدأوا يضربوا نار عشوائي، بس الوحش كان سريع وهرب من فتحة في السقف. ولما ولعوا الكشافات اكتشفوا إنه في رصاصة طايشة قتلت بيث بالغلط. وفي الوقت ده ديان صحيت على السرير في أوضة النوم الرئيسية، وحواليها شموع ونجمة خماسية شيطانية على الأرض، وحاولت تفتح الباب بس كان مقفول. وفي نفس الوقت كورا سمعت صوت خبط ودخلت أوضة، والباب قفل وراها، وحست بحاجة لمست رجلها وطلعت إنه ريك مستخبي تحت السرير. وسمعوا أصوات تانية، فكورا استخبت في الدولاب وريك فضل تحت السرير. والوحش دخل وكان شكله زي إنسان بس لونه باهت جدا، وفتح الدولاب وبص جواه، بس كورا كانت متعلقة في السقف. أول ما الوحش بص لفوق ريك ضربه بحتة خشبة من ظهره، والوحش مسك ريك من رقبته، فكورا انتهزت الفرصة وجرت، والوحش حدف ريك للناحية التانية. وكورا وصلت للأسانسير وقعدت تدوس على كل الزراير بس ما كانش شغال. والوحش مد إيده من بين القضبان وحاول يمسكها، بس هي قدرت تهرب، وشدت دراع الكهرباء في الأسانسير اشتغل، وطلعت الدور اللي فوق وجرت في الطرقة لحد ما دخلت أوضة لقت فيها شاشات مراقبة، وشافت أماندا مربوطة على كرسي وديان في أوضة النوم. لقت شرايط فيديو وشغلت واحد عليه رموز غريبة، والفيديو كان فيه خيال إنسان وصوت مرعب بيقول إنه عرف سر قوة كبيرة هتخليه أكتر من مجرد إنسان. وبعدين الفيديو ورى عملية قتل زوجة صاحب الفندق والمجرم وهو بيطلع قلبها من صدرها. وفي نفس الوقت ديان لقت كتاب اسمه جلالته المظلمة، فيه إهداء من رجل العصابات لزوجة صاحب الفندق، بيقول لها إن الكتاب ده بيدي قوة كبيرة بس كمان وجع كبير. والكتاب بيشرح طقوس لاستحضار قوة كيمياء الظل، وإن الوحش بياخد قوة خارقة لما ياكل قلب إنسان، وفي رسومات مرعبة للوحش وهو بياكل قلوب الناس. والكتاب والفيلم وضحوا إن التحول النهائي من إنسان لوحش بيحصل لما سيد الظلام يتقدم له روحين عايزين يبقوا روح واحدة، وساعتها الوحش هيعيش للأبد. وديان شافت فستان فرح على كرسي وفهمت إن الوحش عايز يستخدمها في الطقوس الأخيرة. وفجأة الوحش ظهر وراها ولمس وشها، وعلى السلم فرانك وفيرن سمعوا صوت وجريوا، وكانوا هيتخبطوا في سلك رفيع مشدود بس وقفوا في آخر لحظة، ولقوا جثة ماك وصدره مفتوح، وسمعوا صوت جاي من شنطة ماك. وطلع فيرن معاه جهاز لاسلكي وكلم كورا اللي قالت لهم يجروا لأن الوحش جاي، وجريوا للمطبخ وقفلوا الباب وخدوا سكينة. وكورا قالت لهم يهربوا عن طريق الأسانسير بتاع الأكل، وفيرن دخل الأول وقعد يشد الحبال لحد ما وصل للدور اللي فوق، وكورا ساعدته يخرج. ودلوقتي دور فرانك، والوحش بدأ يخبط على الباب بقوة، وفرانك دخل وبدأ يشد الحبال، والوحش كسر الباب ودخل. وفرانك بص من فتحة الأسانسير ولقى الوحش بيتسلق وراه، والوحش مد إيده جوه، ففرانك طلب من فيرن يقطع الحبال ونط هو بسرعة، والأسانسير وقع بالوحش لتحت. وفيرن كلم فرانك باللاسلكي وطمن إنه كويس لأنه نط في دور تاني، واتفقوا يتقابلوا فوق. بس فرانك راح الأول للشجرة وخد موبايل أماندا اللي كان عليه حروف أساميهم لأن ده كان هدية منه ليها. وكورا وصفت له الأوضة الصح، ولما فتح الباب لقى أماندا ميتة وصدرها مفتوح، فقبلها وغطاها بجاكيت ومشي. وفرانك اتقابل مع فيرن وكورا وعرفوا مكان ديان من الشاشات، واتصدموا لما شافوا الوحش لسه عايش. وفرانك عرض يروح ينقذها، وفي الأوضة ديان لبست الفستان وقربت من الوحش كأنها موافقة، وأول ما الوحش اتلهى ضربته بالكتاب وهربت. وفي الطرقة فرانك كان بيدور لحد ما سمع صراخ ديان وشاف الوحش وهو بيجرها من شعرها، وفرانك هجم على الوحش ووقعوا هما الاتنين من البلكونة، والوحش نزل على فرع شجرة واتغرز فيه، وفرانك نزل على الأرض وماتوا هما الاتنين. وديان خدت اللاسلكي وسألت عن ريك وكورا وحكت لها اللي حصل، وديان جرت لريك ولقيته مرمي على الأرض وقعدت تعيط وهي فاكراه إنه مات، بس الحمد لله طلع عايش. والأربعة اتجمعوا تاني، وبعد فترة الفريق ده بقى مشهور جدا، بقى مشهور في الأخبار عشان لقوا ملايين رجل العصابات، وكمان عشان الناس بدأت تقلدهم في استكشاف الأماكن المهجورة. والفيديو بتاعهم جاب 100 مليون مشاهدة في شهر واحد. وفي رحلتهم الجديدة ديان صبغت شعرها بامبي، وريك فتح شنطة وورى صحابه إنه سرق حبة فلوس من الملايين اللي لقوها، وقال يعني إنه حبة صغيرين مش هيضروا. وبس خلاص، دي النهاية. لو عجبك الفيديو لايك واشترك وفعل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد، وباي باي.